اشوفك بتدرس وما كان حدا يتوقع انك تجيب الاول لهي الماده. عن جد برافو عليك داني. لذلك قررنا انا والبنات نجي ونبارك لك ان شاء الله. الله يبارك فيكم، والله خجلتوني يا جماعه، ما عم بعرف شو بدي احكي لك. تخيل هيك الشغله وبدي اشد همتي هيك شده قويه واجيب الاول في كل المواد. شوف شو بده يصير معي. بده يصير معك كثير شغلات انا باذن الله، بس تجيب اول بكل المواد بدي اقول لهم للشباب يجوا يزوروك. تستاهل شباب إيه طبعا، لانه البنات حيكونوا عازميني. مزبوط ولا مزبوط يا غسان؟ ايه مزبوط. عن جد يا جماعه ليكوا طريف قد السنه كلها دراسه بدراسه وبالاخير ما في نتيجه. اما داني داهيه. شو يا داني؟ اما الدكتور حكى عنك حكي بجنن، الكبير فعل راس. يا الهي شو انبسطنا لك، وحياة الله انبسطنا لك من جوات قلبنا. شو راضي؟ شايفتك كانه مو مبسوط. لا والله يا اخت سوزان، انت والاخت كريمه مبسوط. مين قال لك ماني مبسوط؟ بس ضرسي قاعد يوجعني. ان شاء الله الف مبروك اخوي داني، ان شاء الله يا ربي هيك عقبال ما تتخرج بخير وسلامه. هذا يا اخوي جماعه الخير والهرج للجميع. لما كنا نقرا بالحصيده كان ابن ابو جاسم نازل بعون. تتذكر داني لما كنا واقفين عند البوفيه مشان نجيب عصير ومرقت ولا؟ برا شو هالسالفه، خبرونا اياها. امان يا صبايا خبرونا هالسلبي، انا جعبايه بضحك كثير. وانا كمان يوميتها يا شباب كنت واقف جنب البوفيه عم بحكي انا وسامر. بتعرفوا باخذ وبعطي مع سامر كثير قصص البنات ومين رفيقته ومين ظبطنا وكذا الحكي هذا بتعرفوا انتم. فعم بفتر هيك بدون ما انتبه، هو زميل ولا مرأة شو معها كاسة العصير، طلعت لها اياها اندلقت عليها انغسلت غسل بالعصير. غسلت؟ ايه قلت حممت بالعصير مو تغسلت وبس. ايه ولا انت اماني بعد ما تحممتي شو عملتي؟ شو بدي اعمل؟ انا المسكينه اللي انكبت عليها كاسه العصير، ما إلي غير الا جبت وحده بدالها. يا لطيف، فكر حاله ماخذ الدكتوراه، هو الموضوع كله صدفة. بالله يا عمي صدفي، هذا كانه خد الدكتوراه بالصدفه. وقت هذا داني كبت العصير وتحممت، لو كان في شامبو يا دكتور